السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى أخوات ومتابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. معاكم يوميات أم سيف. لأول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت، وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتايه نصها شوكولاته ونصها فواكه بطريقه سهله جدا، يا رب تعجبكم. اول حاجه هنبدا نعمل المكونات: الاسبونج الابيض، معانا 3 بيضات، عليهم ظرف فانيليا، عليهم ربع كيلو من الاسبونج الابيض، عليهم ربع كوبايه ميه. وهنبدا نخلطهم مع بعض على سرعه هاديه في الاول، حوالي 5 دقايق كده، وبعدين نعلي السرعه ونبدأ نكمل ضرب فيها. بتاخد معاكي من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما توصل للقوام اللي هوريهولكوا دلوقتي. معانا كده الاسبونج بقاله حوالي 10 دقايق، أصبح كده جاهز. زي ما انتوا شايفين بلونه فتح خالص وبقى بالقوام دوت. كده يبقى خلاص معاكي، شايفين القوام ما بينزلش، بينزل بصعوبة، وما بتكتبي شكل او تعملي اي علامة بتلاقيها ثابتة على الاسبونج بتاعك. يبقى كده هو جاهز معاكي. بنبدأ نجيب صينية وبنبدأ ننزل الاسبونج بتاعنا في قلب الصينية. انا حاطة طبعا ورقة كده من بتاع الكتاب، حطها في قلب الصينية. لو عندك ورق زبدة حطيها، وبعدين بتنزلي الاسبونج فيها وتفرديه. ما تخافوش، ورق الكتاب مش هيعمل اي حاجة فيها ومش هيلزق فيها، وأكنه ورق زبدة بالظبط. جربوه ان شاء الله تعجبكم الطريقة. هبدأ أوزع الاسبونج بتاعي في قلب الصينية بالتساوي كده، بحيث انها تبقى متساوية، وهخبطها خبطتين كده، وهبدأ أدخلها فرن على درجة حرارة 200. بتاخد حوالي نص ساعة لأنها مش عالية قوي. وبكده بتكون انا وريتها لكم دلوقتي، حطيت الخلة فيها استوت، او طبعا سبتها تبرد. هبدأ اطلعها من القالب بتاعها من الصينية، وهكون معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهبدأ اشيله بالورقة اللي ورا. شوفوا مش لازقة فيها زي ما انا قلت لكم. ويبقى كده الاسبونج معاكي جاهز. بتسيبيه يبرد. طبعا السبونج انا عاملاه مش عالي عشان انا هقطعه لسه جزئين، وهقطع الجزئين هحطهم على بعض ويبقى 4. فالطبقات 4، هيعتبر 4 طبقات، عشان انا عاملة تورتاية نص كده ونص، يعني نص ابيض ونص شوكولاتة. هبدأ أعمل بقى النص التاني السبونج البني. برضو 3 بيضات وكيس فانيليا وربع كوباية مية وربع كيلو سبونج بني. برضو هضربه زي التاني على على سرعة بسيطة في الأول 5 دقايق، وبعدين أعلي السرعة ويبقى معاكم بالشكل دوت. أنا طبعا سرحت لكم المقطع عشان إن انتوا شفتوه المقطع اللي فات. كده أصبح معانا بالقوام دوت. القوام بتاعه تقيل ازاي. هبدأ برضو أحطه في الصينية وأبدأ أدخله الفرن. برضو بياخد معانا حوالي نص ساعة، وبرضو بطلعه واسيبه يبرد شوية. وهبدأ بعد ما يبرد أبدأ برضو أقطعه معاكم وأوريهولكم إن شاء الله. طريقة سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم. امشوا على الطريقة والمقادير، إن شاء الله تاكلوا أحلى تورتاية. ما تستصعبيش التورتة. التورتة سهلة جدا، بس هي عايزة يعني صبر بس شوية عشان تطلعي معاكي تورتاية حلوة، وما تاخدش أي وقت إن شاء الله. وتو ما انت عرفتي المقادير والطريقة، هتلاقي بعد كده انت بتعملي الحاجة بكل سهولة، وخلاص اتعودت عليها. بنبدأ برضو نخبطها خبطتين كده وندخلها الفرن. وبعد ما تخرج من الفرن برضو بوريها لكم انها استوت. وهبدأ اسيبها تبرد شوية، وابدأ اسلكها من الجناب كده بالسكينة، وابدأ برضو اقلبها، وتبقى معانا برضو نفس الشكل التاني. هبدأ دلوقتي بعد ما بردت طبعا هبدأ بالمنشار بتاعي أقطعها 2.
بحددها بالراحة الاول السمك اللي انا عايزاه. انا بظبط المنشار عليها، المنشار ده بيطلع وينزل، بتحدديه يعني بيطلع لفوق كده لو انت عايزاها اتخن، وبتنزلي لتحت، كل ما بتنزلي لتحت بيبقى معاكي ارفع. شايفين اللون من جوه ابيض ازاي؟ على فكرة لونها ابيض من كده، بس الكاميرا مش موضحة اللون. ودوت الاسبونج البني، برضو هقطعه اتنين، وهبدأ بعد كده احطهم الاربع طبقات على بعض، واقسمهم من النص بحيث ان الاربع طبقات يبقوا مقسومين قسمة واحدة، ما امسكش كل واحدة اقسمها لوحدها. بوريكم دلوقتي ان الكيكة بتاعتي طرية ازاي وهشة جدا. هبدأ اقسمهم، انا كنت اقسمهم النص بس رجعت قلت لا اقسمهم بزاوية كده يبقوا مثلث. زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي حطيت الاربع طبقات على بعض، بحيث ان انا لما اقسم الكيك بتاعي يبقى كله مقسوم نفس المقاس. اجي احطهم وانا بجلسهم بالكريمة ما يبقوش حتة كبيرة وحتة صغيرة، لا يبقى كلهم مقاس واحد. انا بحددها الاول بحيث ان انا اما امشي عليها بالمنشار بتاعي بالسكينه ما تبقاش اطلع من حته غصب عني، لا ابقى محدده الحته اللي انا همشي عليها تبقى باينه قدامي، وابدا انزل عليها بالسكينه وابدا اقطع. طبعا لازم السكينه بتاعتك تكون سكينه مشرشره بحيث انها تقطع معاكي بسرعه. هبدأ دلوقتي أعمل مكونات الشوكولاتة اللي هي الجناش. دي معايا 3/4 كوباية من المية، وهنزل عليهم بمعلقة ونص من الكاكاو، وهنزل عليهم بمعلقة ونص من الكريمة الخام، وهبدأ أنزل عليهم بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، أو معلقة ونص، بس أنا هطلع معلقة كبيرة بمقدار معلقة ونص عشان انتوا عارفين إن عسل الجلوكوز رخم فما تيجي بتطلعيه من العلبة بتاعته عشان بيبقى تقيل. وهبدأ أحطهم على النار. حطيتهم على النار، غليوا يا دوبك غليوا كده، وقمت شايلاهم وهبدأ أقطع فيهم دوت قالب شوكولاتة يعتبر 200 جرام، هاخد منه هو 12 مكعب، هاخد منه 8، 8 مكعبات. لو اللي هتعملي القالب ده كله على بعضه هتحطي له كوباية من المية، وهتحطي له معلقتين كبار كاكاو خام، ومعلقتين كبار كريمة خام، وهتحطي له معلقتين عسل جلوكوز. وهتعملي برضو نفس اللي انا عملته، المية على الكاكاو على الكريمة على عسل الجلوكوز، بترفعيهم على النار يا دوبك ياخدوا غلوة، وبتطلعيهم دلوقتي كده مش على النار، بتحطيهم بره، وبتبداي تنزلي بالشوكولاتة بتاعتك وتقطعيها زي ما انا قطعتها، تبشريها لو بشراها تسهل معاكي على طول تسيح معاكي في قلب المكونات ديت. اخر حاجة بقى هحطها مكعب من الزبدة. انتوا طبعا شايفين الشكل بتاعه هو اول ما انزل بمكعب الزبدة تبدأ اللون الجناش بتاعي يلمع اكتر. شايفين بدأ اللون يلمع بسبب مكعب الزبدة. لو ما عندكيش مكعب زبدة حطي معلقتين زيت، بس يا ريت يكون زيت نظيف بحيث يكون طعم الجناش بتاعك حلو. وهبدأ أقلب فيه كده لحد ما الزبدة بتاعتي تدوب في قلب الجناش. طبعا لو لقيتي الجناش بتاعك عايز يتصفى، لو لقيتي فيه كلاكيع ولا حاجة صفيه بمصفى ضيق. أنا الحمد لله الجناش بتاعي كان كويس، ما كانش محتاج يتصفى، وبقى معايا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. دوت بقيت القالب الشوكولاتة سيحته، وهبدأ احطه في الورق بتاع الترانسفير دوت اللي هو بيطلع لك الشكل بتاع قوالب الشوكولاتة ما بتبقى في الاخر كده. الشوكولاتة اللي هي أشكال الشوكولاتة يعني. في منه أشكال كتير، ده الشكل اللي كان متوفر عندي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين حطيت الشوكولاتة ووزعتها، ما 5 دقايق ولا حاجة بتلاقيها معاكي نشفت. أنا سبتها تنشف، وهبدأ أكتب بالشوكولاتة، أعمل حروف كده اسم شهد اللي هحطه اللي هحطه معايا على التورتاية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. حاولي تفتحي حاطه حبة شوكولاتة في كيس، حاولي تفتحيها فتحة صغيرة بحيث ان هي ما تنزلش معاكي شوكولاتة كتير، وتبدأي تعرفي تكتبي بيها.
وواحدة واحدة هتلاقي معاكي الحروف اتكتبت يعني حلو معاكي. كل مرة كل مدى بتتكتب معاكي احسن من الايه، احسن من الاول. وهبدأ بعد ما اكتبها اعيد عليهم تاني بالراحة، بحيث ان انا اما اجي اشيل الحروف ما تبقاش رقيقة وتتكسر مني. انا كتبتها اهوت، هبدأ اعيد عليها تاني بحيث ان الحروف تبقى معايا تخينة، الحرف يبقى تخين شوية عشان اما اجي اشيله. يا ريت وانتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو تدعموني بلايك عشان الفيديو يترفع والكل يشوف. كده اصبح الشكل معايا، الكلمة معايا زي ما انتوا شايفين، وبعد ما نشفت اهيت شايفين شكلها. ودوت دوت القوالب اللي هي اتعملت معايا الاشكال بالشكل دوت برضو، ما بتاخدش حاجة 5 دقايق وبتنشف. هبدأ انزلها من الورق بتاعها، وهبدأ بالسكينة اي حرف زيادة، لو كانت شوكولاتة زيادة ولا حاجة هبدأ اشيلها من الجناب، وخلاص بتبقى جاهزة معايا كده. دلوقتي هبدأ اعمل الكريمة. انا معايا مية متلجة، وهحط فيها السكر. الكريمة ديت كريمة خام من غير سكر. انا بحط كميه ميه قليله، يعني انا ما بعيرش الكريمه اللي انت تعمليها حط لها شويه ميه قليلين مش كتير، وابداي حطي السكر على حسب طعم الكريمه ما انت عايزاها مسكر او دلع، يعني على حسب ما انت بتحبي. وابداي اضربي السكر بس يدوب في الميه، وبعد كده هنزل بالكريمه واحده واحده بتاعتي حطيتها كده، وهبدا اضرب واحده واحده، بحيث ان الكريمة معايا لو احتاج اضرب فيها، لو احتاجت مية تاني هحط لها. اما لو الكريمة انت حط لها مية كتير هتبقى سايحة معاكي ومش هتعرفي تحط لها، تبقى محتاجة ان انت تحط كريمة تاني، فممكن ما يبقاش متوفر عندك كريمة. فانا بحط حبة مية صغيرين بحيث ان انا ايه لو احتجت كريمة مية تاني احط لها. هبدأ دلوقتي خدت نص كمية الكريمة اللي معايا، ونزلت على الكمية الباقية بمعلقة كاكاو كبيرة ومعلقة جناش برضو كبيرة، وهبدأ أضربهم. ده يبقى معايا الكريمة بتاعة الجناش بتاع الشوكولاتة، الاسبونج البني. هبدأ دلوقتي حطيت طبقة جنب التانية بحيث ان هي تبقى نص ونص، وهبدأ ارش عليها دوت مية من الكمبوت، عصير الكمبوت بتاعي. ببدأ ارشها كده بحيث ان تتشرب شوية. هي والله مش محتاجة كترية وكل حاجة، بس انا قلت ايه ارش عليها تديها طعم شوية. وهبدأ انزل بالكريمة بتاعت البيضة على الجزء الأبيض، وهبدأ أنزل بالكريمة اللي هي بالشوكولاتة على الجزء اللي هو بالشوكولاتة اللي البني معايا، وأوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. أنا عاملة معلقة للأبيض ومعلقة للشوكولاتة بحيث إن ما يدخلوش على بعض، يبقى كل معلقة مخصصة باللون بتاعها. وهبدأ أحط الطبقة التانية برضو، وهبدأ أرش عليها برضو وأوزع عليها الكريمة كده. وزعتها وهبدأ أحط الطبقة التالتة، وهكذا هكمل بقية الطبقات بنفس الطريقة. دي الطبقة التالتة كده خلصتهم، والرابعة كمان. وهبدأ بقى من الجنب بالراحة بالسكينة المشرشرة بتاعتي. هبدأ أشيل الجزء الزيادة بحيث إن أنا أسويها كده اتسوت معايا زي ما انتوا شايفين. بس السكينة لازم تكون سكينة اللي هي مشرشرة بحيث ان هي تعرفي تقطعي معاكي الاسبونج، لو سكينة عادية مش هتعرفي تقطعي بيها. وهبدأ برضو اوزع الكريمة بتاعتي على حسب لون الاسبونج اللي معايا. وهبدأ انا حطيت كده من الجنب جوزة الهند عليها رشة من الكاكاو وقلبتهم في بعض، دي على الطبقة اللي هي ابيض، عشان بس جوزة الهند بتاعتي تكون باينة. وهبدأ من النص احط روزوتات كده من الكريمة، اقسم التورتاية بتاعتي من التانية، وهبدأ انزل ارص هنا الفواكه، واحط اليمة التانية الجناش الشوكولاتة.
زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. انا دلوقتي بدأت ارص الكيوي بتاعي. طبعا الفواكه بتاعتك على حسب ما انتي بتحبي وعلى حسب المتوفر عندك. بدأت كده حطيت الكيوي وبدأت ارص التفاح. دوت معايا ربع تفاحية كده هعملها شكل العصفورة زي ما انتوا وريتها لكم قبل كده. بتقطعي من اليمة اليمين وبتروحي من اليمة الشمال تقابليها وتبدأي ترفعيها لفوق، وهكذا بقية التفاحية معاكي لحد ما تبقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بتبدأي ترفعيها لفوق وتبدأي تحطيها معاكي على التورتة بتاعتك. على فكرة سهلة جدا، بس هي عايزة بس تعود منك، وهتلاقيها بعد كده تعرفي تعمليها بكل سهولة. معايا واحدة تانية ربع تفاحية بس لون أصفر، يعني عشان اللون. برضو هعملها بنفس الطريقة من الجنب اليمين وقابلها من الجنب الشمال، وبترفعيها لفوق بتبقى معاكي بالشكل اللي انتوا شفتوه. طبعا تزيين التورته ده بيبقى معاكي حسب ما انتي قدامك بترصي، والشكل اللي بيطلع معاكي وانت بترصي، يعني ما يبقاش في دماغك شكل معين. يعني انا برص ما كانش فيه في دماغي شكل معين، انت وانت بترصي بتلاقي المنظر قدامك فبتحطي الفاكهة وبتلاقيها اتنسقت مع بعضها. وممكن احط، يعني انا حطيت فراولة لقيتها مش حلوة في الاول، فشلتها ورجعت حطيت طبقة تفاح واناناس، ورجعت حطيت طبقة الفراولة بتاعتي. ودلوقتي هحط ده معايا خوخ اللي هو الكمبوت. هبدأ ارصه في الحتة الفاضية اللي انتوا شايفينها. وكده خلاص معايا خلصت الفواكه. هبدأ احط عليها جيلي تلميع عشان الفواكه بتاعتي ما تسودش، عشان انتوا عارفين ان التفاح بيأكسد بسرعة. حاولي تظبطي الفاكهة بتاعتك عشان تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بدأت ألمع الفاكهة بتاعتي. جربوا يا جماعة تعملوا التورتيه في البيت، هتلاقوها طريقتها سهلة وأوفر كتير من بره. وتبقي انت متعودة انت تعملي حاجة لولادك في البيت سهلة وجميلة وهتعجبك. طالما انت حبيتي اللي انت تعملي هتلاقي نفسك على طول بتعمليها، وعلى طول حابة اللي انت تعمليها في البيت ما تشتريهاش من بره. حطيت كده على النص البني، بدأت أنزل بالجناش بتاعي واحدة واحدة كده وهبدأ أوزعه. بس طبعا لازم معاكي الكريمة بتاعتك تكون ساقعة، بحيث ان انتي تنزلي الجناش عليها ما يسحش. يعني لو التورتاية بتاعتك مش ساقعة، يعني لازم تحطها في التلاجة شوية عشان تمسك معاكي، او في الفريزر 5 دقايق، وتبدأي تنزلي بالجناش عشان ما يسحش معاكي وتلاقي الكريمة الجناش خد الكريمة كده ونزل وشكله مش حلو. وكده الشكل بتاعها بعد ما حطيت الجناش هبدأ ارص عليها بقى الحروف. هي الحروف ما كانتش باينة، مفروض تبقى الحروف ديت بالشوكولاتة البيضة عشان تبقى شكلها باين اكتر. بس هي باينة، الكاميرا مش مبيناها، اما هي عشان الكاميرا كانت لازم تبقى بيضة. ويا رب طريقة التورتة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وشكلها يكون عجبكم، ولو عايزين اي حاجة مني اكتبولي في التعليقات ان شاء الله اعملها لكم. وما تنسوش تعملوني بلايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.